السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهارده هعمل معاكم سمك بلطي مقلي. سمك ده بلطي بس بلطي صغير، مش سمك من الكبير، بس ده بلدي. الكبير اللي هو كله حجم واحد ده ما بيكونش بلدي، بيكون مزارع. اللي هو تلاقي فيه سمكة كبيرة وسمكة صغيرة، ده السمك اللي هو بيكون بلدي. التتبيلة ما شاء الله بصراحة تحفة، جميلة جدا، تنفع معاكي في اي سمك، سهلة وبسيطة، مفيش مكونات كتير. وعملت الرز صيادية معاها، الرز ما شاء الله طعمه حلو جدا. الرز ده انا بعمله مع اي سمك بصراحة بيكون جميل جدا، حتى لو هيتاكل لوحده. يلا كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف عملنا ايه. معايا هنا حوالي نص راس توم، يعني راس توم كبيرة، خدت نصها مش كتير. وحوالي ربع كوباية ليمون، ممكن تزودي ليمون شوية برضو. معايا بقى معلقة كبيرة ممسوحة كمون وكزبرة وبهارات سمك وملح، كل ده معلقة كبيرة ممسوحة. وحطيت هنا ربع كوباية ليمون. ومعايا فلفل وشطة، بتحبي الشطة كتير هتكتري، ما مش حابة الشطة خالص هتشيلي الشطة وتحطها كلها فلفل. انا طبعا ما حطيتش شطة كتير علشان طبعا حماتي كانت موجودة عندي، فمش حبيتش احط لها شطة كتير عشان مش بتحب الشطة كتير في الاكل. يعني شطة معقولة، هي بتحب الشطة برضو زيي، بس مش ما بتحبهاش كتير. هضربها بقى كده يا اما في الخلاط او في الكبة، المتاح عندك اللي هتشغلي بيه. ومعايا بقى ده السمك، هتلاقوا بقى فيه سمك كبير وسمك صغير لان ده كان سمك بلدي. طبعا لو انت هتجيبي السمك هتنقيه سمك الصابح، بتكون بتضغطي عليه كده، ما يكونش الجلد بتاعه مهري، بتكون بتضغطي عليه كده ماسك نفسه شويه. بيكون العينين بتاعته فيها لمعه كده. بترفعي كده عند الخياشيم بتاعه السمكه بتلاقي لونها حلو كده، وردي جميله. فالسمك ده بقى طبعا جوزي اللي كان مشتريه، فكان فيه سمك بايت، ما كانش صابح، وكان فيه سمك صابح، ما كانش كله يعني. بس الافضل بقى كده ان الواحده هي اللي تروح تشتري حاجتها عشان تعرف تجيب حاجتها صباحا. بس على العموم يعني هي التتبيله بصراحه خلت طعم، يعني طعم السمك جميل جدا. انا هتبل السمك اللي معايا ده كله، هي كميه السمك اللي كانت معايا، كان معايا حوالي 4 كيلو او 4 كيلو ونص. طبعا انا مكنتش هعملها كلها في نفس اليوم عشان كتير قوي. ركنت بقى شويه كده في الفريزر من غير ما احط لهم التتبيله بتاعتهم، ركنتهم كده يعني بعد ما نضفتهم، بس نضفتهم وغسلتهم غسله حلوه وبعد كده حطيت لهم التتبيله. انا ما خدتش التتبيله كلها، حطيت شويه على السمك وسبت شويه تتبيله. خدت هنا بقى التتبيله دي، خدت منها معلقتين برضو، حطيتها عليه بقى على جزر مبشور وطماطم وفلفل وبصل مقطعه كده جوانح. حطيت عليهم كده حوالي معلقتين من التتبيله دي. وحطيت بهارات بقى، كمون وكزبره برضو وملح وبهارات سمك. برضو دي البهارات اللي انا حطيتها في الاول هي اللي حطيتها دلوقتي. وبرضو بعصر عليها ليمون. اظبط بقى الملح بتاعي والكمون والكزبره تبع طبعا كميه التتبيله او الحشوه اللي انت هتحطيها. انا ما كنتش مكتره حشوه كتير، عملت شويه لاني، فعشان كده حطيت يعني حوالي اقل من نص معلقه من كل حاجه. وبعصر كده عليها ليمونه. هقلبهم بقى كده كلهم في بعض، وديت اللي انا هستخدمها في حشوه السمك. السمك لانه مش كبير ما بياخدش حشو معايا كتير، فعشان كده عملت الحشو قليل. السمك ده صغير، لو عندك بقى بولت كبير بياخد كميه حشو كتيره شويه. هنا برضو خدت بقى شويه من التتبيله اللي كانت عندي. انا طبعا ما حطيتهاش كلها على السمك، خدت شويه وسبت حبه. شويه دول هركنهم للرز. معايا هنا بقى للرز، هنا معايا بصله كده حلوه، يعني هحاول بقى كده هغمقها بس مش هحرقها، انا مش عايزه البصل يكون محروق عشان طعم الرز ما يمررش معايا وعشان ما يبقاش مضر. قبل بقى ما البصل يدوبك البصله دبلت معايا كده شويه، حطيت عليها معلقه سكر. السكر لما يكرمل ويغمق هيخلي لون الرز بتاعي غامق من غير البصله ما تتحرق. كده بنفس الشكل كده، وهقلبها بقى. خلاص هي كده خلاص قربت كده على انها اللون يغمق شويه. هي طبعا كانت هتحرق معايا لما اخرت شويه عليها، بس طبعا لحقتها برضو. الرز بقى طبعا تبع الكميه اللي انت هتعمليها. هنا حطيت برضو كركم، وحطيت بهارات سمك. وهنزل هنا بالرز تبع الكميه اللي انت حباها. كل كوبايه رز هتاخد معاك كوبايه ميه. لو انت حابه تحطي الميه الاول على البصل وتغلي وبعدين تنزلي بالرز براحتك، انا حبيت اشوحه بس كده شويه المره دي. حسيت ان هو محتاج كركم شويه، حطيت له شويه كركم كمان ومكعبين مرق. هقلب بقى الرز اشوحه كويس خالص، وعندي بقى الميه بتغلي. هحط بنزل عليه بالميه بتغلي. لو انت هتحط الميه الاول حط الميه واسيبيها لما تغلي بعدين انزلي بالرز. وهنا حطيت معلقه الخلطه او التتبيله اللي انا كنت عاملاها للسمك، حطيتها على الرز، ومعايا معلقه صويا صوص حطيتها، واقلب الرز كده كويس خالص معايا. خلاص بقى كده الرز اتشوح معايا، بقى الميه بتغلي، وهنزل بقى كده على الرز واسيبه بقى يعني كده، ههدي النار بقى عليه بعد ما يغلي كده شويه معايا. هظبط بس كميه الميه بتاعتي الاول،
زي ما قلت لك كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه. انا طبعا مش بحط بالكوبايه، لا انا بحط كده بس، يعني حوالي عقله صباع كده زياده من فوق الرز من الميه. حسيت انه محتاج ملح، حطيت له شويه ملح. هديت بقى النار عليه بعد ما غلي كده وسبته بقى يستوي على نار هاديه. ومعايا بقى هنا دقيق، كوبايتين دقيق، حطيت عليهم كمون وكزبره وملح. هظبطهم بقى، ظبط شويه ملح كده بتوعي، وهحط عليهم، هنزل عليهم بمعلقتين كبار نشا مليانين، معلقتين هرميين نشا على كوبايتين الدقيق. وحطيت عليهم برضو بهارات سمك، او ممكن تحطي برضو توم باودر وبصل باودر، بيكون حلو قوي فيه. و... والرز برضو بحط له بصل بودره، فنسيت اقول لكم يعني ان انا حطيت عليه بصل بودره برضو، بيخلي طعم الرز حلو قوي، والصويا صوص بتخلي طعم الرز جميل جدا. هنا بقى باخد السمكه كده بطنها كده بالدقيق، واحاول انفض كده الدقيق اللي عليها. لو عندك بقى بخاخ ميه هيريحك قوي في الخطوه دي. كان عندي بس استخدمته في حاجة تانية، فما كانش موجود عندي بقى في الوقت ده ان انا هستخدمه، فباخد مية كده بايدي وارش على السمكة. يعني لو ما عندكيش بخاخ مية هتعملي زي ما انا عملت كده، بايدك ترشي كده على السمكة، وبعد كده ترجعيها في الدقيق تاني وترشي تاني عليها. هتعمل طبقة خارجية حلوة كده ومقرمشة وجميلة جدا، مش هتضطر معاكي بسرعة. معايا بقى هنا الطاسة، حطيت فيها شوية زيت وخليت الزيت سخن. طبعا الصينية دي بتاعت حماتي مش بتاعتي، انا استخدمتها هي لانها كانت كبيرة، فاستخدمت الصينية دي عشان تاخد معايا كمية سمك كتير واخلص بسرعة. لما تيجي تحط السمك في الزيت علشان السمك ما يفكش معاكي والتتبيلة تطلع معاكي كده، تضغطي كده بمعلقة على بطن السمكة لحد ما تقفل. اول ما تقفل كلها على بعضها بقى خلاص، عادي تسيبيها وتحطي بقية السمك اللي عندك بنفس الشكل كده. وممكن تحطيها على بطنها كده الاول لحد ما تقفل معاكي وبعد كده تسيبيها. ما بقلبش السمكة الا لما يعني خلاص بحس ان هي سلكت من الطاسة كده وخدت لون وقرمشت كده معايا كويس. طبعا الرده دي انا كنت هعمل سمك، الرده اللي كانت محطوطه دي كنت هعمل اولادي، كان في حد عايز ياكل سمك برده، فعملت لهم سمك برده، بس ما حبيتش اصوره بقى عشان الفيديو ما يطولش معاكم. ده شكل السمك بتاعي اللي انا عملته، ما شاء الله جميل جدا، طعم الرز حلو قوي. يا رب ان شاء الله تجربوه ويعجبكم الطريقه بتاعتي في تتبيله السمك، وطعم السمك والله كان جميل جدا. يا رب ان شاء الله يعجبكم. والرز ده رز الصياديه ده ما شاء الله برضو جميل جدا، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. والف هنا وشفا لكل اللي يدوق وكل اللي يجرب. مع الف سلامه، السلام عليكم.